طبعا هذه رسومات تعبر عن تراث المحافظة والماضي الجميل من الفنون الشعبية والأشياء التراثية. وراح يكون في هنا يعني متحف كذا صغير فيه من الأواني الفخارية وأي شيء يخص المنطقة سابقا. وهنا المركز الشعبي والرسومات الخاصة بشهر رمضان المبارك. وراح يكون فيه تنوع وتزيين وشيء جميل إن شاء الله، يعني يعكس روح المنافسة ويخلي الشباب يعني ما شاء الله تبارك الله يظهر مواهبهم في الرسم وفي التزيين وفي أشياء كثيرة. طيب التنافس مع مين؟ أنت قلت تتنافسون. في تنافس في مسابقة لأجمل حي في المحافظة راح تكون إن شاء الله في خلال شهر رمضان المبارك. بتتنافس فيه الأحياء والحارات بأفضل حارة. راح يكون في مسابقات وراح يكون في يعني تكريم للفائزين في نهاية الشهر المبارك. وبإذن الله نحن نطلع بشيء جميل يعني يعكس. هل في دعم من البلدية مثلا؟ والله إن شاء الله نقول إن شاء الله في دعم راح يكون موجود. في اجتماعات على مستوى البلدية وجمعية التنمية برضه هي اللي قايمة بالبرنامج، ومركز التنمية الاجتماعية بجيزان هو اللي مختصة في المسابقة، ومنح الجمعيات الضوء الأخضر يعني إحياء هذه المنافسة إن شاء الله. طيب كم كلفتكم مثلا والله الأعمال؟ كلها هذه مجهودات يعني من أبناء الحارة، ما قصروا الحمد لله، يعني حاولوا بقدر الإمكان إنهم بأشياء بسيطة كتدوير، يعني مثلا الأخشاب كل واحد جاب من بيته شيء، يعني هنا التجهيزات بالأخشاب نجارة والفوانيس، اجتهادات كلها شخصية من أهالي الحارة. الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأخ عبدو أحمد هيجة، تمام، من حي النهضة. العمل هذا اللي سويناه كله بتكاتف على الحارة، قطينا والحمد لله، أخذنا بوية وأخذنا تلاوين وعندنا بروجيكتور، طلعنا الرسمات هذه الرمضانية، تمام. وهذا المركز حقنا سنويا، وباقي إن شاء الله بقية الجدران الباقية إن شاء الله مع الرواتب هذه راح نكمل بقية الإجراءات، وراح نزود برضه نفس الرسمات هذه إن شاء الله. كم بلغت القطة؟ القطة والله حدود يمكن 1000 ريال. 1000 ريال. نعم. طيب الهدف من هذه الأعمال تهدف إلى إيش؟ والله الهدف من هذه الأعمال نحيي الأجواء الرمضانية كل سنة، تمام، ونفرح فيها الأطفال، تمام، عشان يعيشوا الجيل اللي بعدنا يعيش نفس الجيل اللي احنا عشناه من بعد الله عز وجل. أبرز الأنشطة التي تمارسونها في الحي في رمضان؟ والله اللي هو الجبيز، البطاطس، تمام، اللقيمات والفرفيرات والبلاي ستيشن هنا برضو في نفس الوقت، تمام. عندنا الفرفيرة هذه ذكرت بس نجيب دحين واحدة جديدة إن شاء الله، عندنا واحدة جديدة، والنطيطة والأمور طيبة، يعني أجواء رمضانية نعيشها هنا ما بعدها أجواء من الله عز وجل. هل في دعم من البلدية مثلا؟ لا والله الدعم هذا كله من عندنا، يعني جهود شخصية من أهالي الحي. الله الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا.